وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها والله لا تجد في حياتك العجب العجاب، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة، نصف ساعة، في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. قيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أنك لو صليت يستجاب لك وتقبل صلاتك كما في الحديث الصحيح، وتحل عقد الشيطان الثلاث، ثم تصلي حتى يؤذن الفجر، فتخرج من بيتك إلى المسجد في الظلام، فتنال بالبشرى العظيمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فتأتي إلى بيته فتصلي مدة صلاة الفجر نصف ساعة، الصلاة وآيات من كتاب الله، ثم تقرأ وردك وذكرك، هذه ساعة والله لو اعتدت عليها لتجد راحة وانشراحا في الصدر وفرجا في حياتك وتهوينا لشأن الدنيا مهما كانت سوداء في عينك، فاحرص عليها بارك الله فيك. الصلاة يا إخوة هي الصلة، فأنت هناك ترمي همومك، الوحيد الذي كلما سجدت له زدت عزا هو الله سبحانه وتعالى، فعندما تأتي بين يديه فتسجد وتعفر وجهك بين يدي أكرم ما فيك وجهك فتعفره لله، تزداد بذلك عزا ورفعة، ويكون سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا نور يعطيه الله لعباده المؤمنين أهل الصلاة، لا يشترط أن يكون هناك زبيبة في جبهتك، لا، هو نور، هذا النور لا يعطى إلا هبة من الله عز وجل. متى؟ إذا ربطت الحبال التي بينك وبين الله. فاحرص على الصلاة يا أخوان، احرصوا على الصلاة يا أحبة، واحذروا من التفريط فيها، فإنها أعظم عبادة يحبها ربنا جل جلاله. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. خذ هذه القاعدة، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها. كم ستعيش في الدنيا؟ 70 سنة، هذه مدتها. وكم ستعيش في الآخرة؟ حياة لا نهاية لها. أمن العقل إذن أن تضيع الصلاة، أن تضيع الصلة بينك وبين الله من أجل هذه الدنيا؟ والله كل الدنيا لا تستحق. فيا مؤمن، الله شرفك بهذه الصلاة، الله أذن لك أنك 5 مرات كل يوم تربط الصلة التي بينك وبينه. الله أكرمك، فإذا قلت الله أكبر قال الله أزيل الحجب بيني وبين عبدي. هل تعلم هذا أو لا؟ هل تعلم أنك كلما قلت الله أكبر يأمر الله فيقول أزيل الحجب بيني وبين عبدي؟ فإن قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك الله، لا تقول كيف، نعم هذا هو الله يقول حمدني عبدي. فإن قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإن قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإن قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في كل صلاة ينجيك الله عز وجل. فاحرصوا على الصلاة يا إخوة. الصلاة ببساطة يا أحبابي لقاء مع الله، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شوف الكرامة، يعني الإنسان الذي يقف ويقرأ هذه الآيات بتمعن وهو يستشعر أنه يتكلم مع الله عز وجل، هل هو مثل الذي يهدها هدا ولا يستشعر جمالها ولا يستشعر الحوار العظيم؟ الصلاة يا أخواني الذي فرضها علينا وضح أنها كبيرة وأنها شاقة إلا على صنف معين منهم، قال إلا الخاشعين.
إلا على الخاشعين. فكيف إذا نخشع ونكون من الخاشعين؟ أنا أنصح نفسي وأنصح معي ببعض النصائح. أولا، اقبل على الله، اجمع قلبك. يقول بعض العلماء القلب هذا فيه شتات وشعث، يعني تمزق، لا يلمه إلا الأقبال على الله عز وجل. والقلب هذا فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. والقلب فيه خوف وفيه قلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حينما يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا بد أن تعرف أن هذه الصلاة لا يلم ما في هذا القلب من الشعث إلا الصلاة. ثانيا، نبغى نستشعر دائما عظمة الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة هذه أنعم الله بها علينا، أنه ربنا، وأنه موجود، وأنه يسمعنا، وأنه إذا دعوناه يستجيب لنا، وأنه يحبنا ويرحمنا. أنت الآن جالس تدخل على الرحيم، على الكريم، تدخل ليه من باب الصلاة. استشعر هذه العظمة يا أخي، استشعر هذا الجمال، استشعر أنك أنت الآن أمام الذي يستطيع أن يعطيك كل ما تريد. تجد قلبك يحضر. احذر يا أخي الكريم أن تكون من السراق. تدري شو السراق؟ في حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الذي يسرق من صلاته. استغرب الصحابة، قالوا يا رسول كيف يسرق؟ كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. بالله عليكم كم هم الحرمية الآن الموجودين على وجه، كم هم السراق على هذا الحديث. صلاة سريعة سريعة سريعة، تحس أن الشخص اللي قدامك كأن عنده هم يبغى يتخلص منه، ما كأنه واقف بين يدي الكريم جل جلاله. هل ترغب يا أخي الكريم أن تقابل الله عز وجل بصلاة فارغة ناقصة؟ انتبه، ترى في حديث يا إخواني يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. يا الله، يعني هل يعجبك هذا؟ يعني هذه هي القربان الذي تقرب فيه إلى الله عز وجل تأتي به وهو ناقص. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة. فرق يا أحبابي بين الإقامة وبين الأداء. الذي يؤدي أكمل الأمر، يعني خلاص أقام الفرض، لكن الذي يقيم فقد أدى وأكمل واقترب. لذلك الذي يريد أن يقيم بناء مثلا فإنه يبحث عن المال وعن المخطط وعن الأرض وعن المقاول الجيد. يا أخي ألا تريد أن تقيم صلاتك؟ هيئ نفسك أن تقيم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا، لا تجي تركض، امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، لا تسرع. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا تأتي وأنت تركض. أو مثلا بعض الناس مثلا ما يقفل جواله إلا قبل الإقامة، تلقاه يكلم، فإذا جت الصلاة قفل الجوال قال الله أكبر. القلب سيكون مع من؟ القلب سيكون في آخر مكالمة، ستسرح مع هذا الأمر.